السلام عليكم. جيت اليوم نهضر على واحد النقطة اللي مهمة في حياتنا، وبالخصوص في حياة الوالدين، اللي هي التربية ديال الأبناء. كما تنقولوا المربي من عند ربي، وتنقولوا الله يهدي من يشاء، وتنقولوا الهداية من الله. فعلا كل شيء من الله، من عند الله، ولكن راه حتى الوالدين راه تيلعبوا دور كبير في التربيه ديال الابناء ديالهم. راه تلقاو بعض المرات والدين اللي ما قارينش، ما عمرهم ما قراو، ما عمرهم ما دخلوا المدرسه، وتتصيب وليداتهم مربيين، تتصيب وليداتهم مأدبين، ما تيحشموا، تدوي معاهم، تيحضروا روسهم خالي يا خالتي، واخا لاله واخا. وكاينين الناس اللي قارين واطر، ويعني عندهم منصب كبير في المجتمع، ولكن تتلقى ولادهم مفلسين، تتلقى ولادهم تربيتهم قليله، تربيتهم بعض المرات منعدمه. اذا لا كانوا الوالدين تيحرصوا على تربيه ولادهم من الصغر ديالهم، فما يمكنش الاولاد غادي يطلعوا عوجين، لان طالعين من الاساس تيطلعوا غادي شادين الطريق المستقيم. فإلا علمتي وليداتك من الصغر مثلا ما يكذبوش، ما ياخذوش الحاجه اللي ماشي ديالهم، ما يدخلوش لشي بلاصه بلا اذن، يعني اي حاجه علمناها لهم في الصغر ضروري غادي يتعلموا ليها، ضروري غادي يمشيو على داك السلوك اللي ورينا ليهم. ولكن الا كانوا الوالدين هما بروسهم خصهم التربيه، تتلقى الاب والام تيتغاوتوا مثلا، تيتخاصموا قدام الدراري، تيتعايروا بكلمات رديئه ولا كلمات لا اخلاقيه. فكي غيدير هاد الدري تيمشي تيخرج تا هو شاد الطريق. الدري الام تتكذب قدام ولدها، الاب تيكذب قدام ولده، فما يمكنش الدري تا هو غادي يخرج بحالهم، تا هو غادي يجي الكذوب عادي، لان غايقول مادام ماما وبابا تيكذبوا وتيديروا هذاك التصرف، اذا راه تصرف مزيان. ولكن ملي تيبدا الدري يوعى، راه بزاف ديال الوليدات تنشوفوهم كانوا غاديين في الطريق القويم، الطريق المستقيم، وخرجوا للشارع وعواجوا. وكاين بزاف ديال الوليدات اللي كانوا عوجين في ديورهم، وكانوا قلالي الاداب على والديهم، ولكن فاش عاشروا الناس، وفاش قراوا، وفاش لقنوا لهم الاساتذه مثلا التربيه الحسنه، الدري تيبدا يوعى. وبالخصوص في هذا الوقت هذا، يعني الوليدات والشباب ديالنا ولاو واعيين بزاف، ولاو واعيين. يعني تلقى دابا الابناء وليداتنا هما تيوريو لينا شي حوايج خايبين تنديروهم حنايا. تيقول لك لا ماما ما كنتيش دير هكا، لا بابا ما لاش كذبتي على السيد والتكاين ولا يعني الوليدات ولاو واعيين، والحمد لله. وهذا من فضل سيدي ربي، وهذا هنا فين تيبان لنا بان راه ربي اللي قوت هذوك الوليدات، راه ربي اللي هدا هذوك الوليدات. واحد النقطه اخرى اللي هي العنف. الاباء اللي تيستعملوا العنف مع وليداتهم، ما تيعرفوش يتواصلوا مع وليداتهم، ما تيعرفوش لغه الحوار. لان الدري قد ما جيتي تيقول لك العنف لا يولد الا العنف. اذا الا بغيتي ولدك يطيعك ويكون كيما بغيتيه، خصك انت بعدا تعرف كيفاش تتعامل معاه. راه التواصل، راه لغه التواصل، لغه الحوار هي اللي ناقصانا حنا بزاف في المغرب. ما تنعرفوش نتواصلوا مع وليداتنا. اول حاجه الا دار الدري شي خطا، اول حاجه هي المعيار، هي الضرب، هي الشتمه، الفاعل، التارك، خرج في حالك، اعطيني اتساع. لا، خص الوالدين يجروا وليداتهم عندهم، لان في هذا الزمان راه خسر الوقت بزاف، والدراري ولا ساهل انهم ينجرفوا، بالخصوص ملي تعطي لولدك الحريه المطلقه وانت ماشي في هذا العالم، وانت غايب مخلي تقول صافي راه الفلوس ماشي كلشي، راه التربيه هي الاساس. ولدك خصك تراقبه، مشى المدرسه مره سير راقبه، سير الاداره، سير سول عليه، خرج سخرتيه سير تبعو شوفوا شنو تيدير، جاب فلوس سولو منين جاب دوك الفلوس، شميتي فيه شي ريحه سولو فين كان واشنو ديك الريحه. يعني خص المراقبه.
والمراقبه ماشي تاني تخلي تولي لولدك كيضل ديالو. عطيه واحد الفرصه، عطيه واحد المساحه فين يتحرك وفين يعتمد على راسو وفين يتحمل المسؤوليه. ماشي تاني تزيرو. راه تيقول لك لا تكن صلبا حتى تكسر ولا لينا حتى تعصر. اذا خير الامور اوسطها. نتعامل مع ولدي باللين، ولكن في نفس الوقت نكون حاضر، نكون منتبه، نكون حذر باش ما ينجرفش ولدي في تجارات خايبه اللي تقدر تخرج ليه على حياته وعلى مستقبله. وشكرا.